يكفي أن يلمس الشيء حتى يتحرك. هذا هو حلم الشاب المصري هيثم دسوقي. فكرة قد تكون خيالية ولكن ما في شيء مستحيل. هيثم دسوقي طموح وذكي. مرشده في مختبر نجوم العلوم هو باسل قبطي، الأخصائي في الهندسة الكهربائية. اختراعي هو ملصقات استشعار تعمل باللمس. على الأقل تعمل على السيراميك وعلى الزجاج. إذا بدك تزيد وعندك وقت تزيد اعملها بالثياب. تياب تمام. اوكي، هيدي هي الناحية اللي هول 3 نواحي اللي رح نستخدمهم في المرحلة القادمة. مطلوب مني 3 حاجات في المرحلة دي، ان انا اعمل المشروع بتاعي ستيكر على الرخام وستيكر الازاز، وان انا اعمل انترفيس في الكمبيوتر يبين اماكن اللي انا بدوس فيها، وان انا اعمله مالتي بوزيشن، ان انا ادوس في كذا مكان على الازاز وعلى الرخام. مبروك. الله يوفقك يا باشا. حسن حظك وصلوا اليوم يعني. الحمد لله الحمد لله. هلا كل غلطان. طلبت لك طاوله كمان والله. الله يخليك. الله يخليك. معك شغل شيء 3-4 ايام ترتب. يلا مبروك هيثم. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. يا سلام يا سلام. دلوقتي هي فترة التنفيذ الحقيقية اللي الناس مستنية فيها تشوف المشروع بتاعي إذا كان هيشتغل مش هيشتغل. والله أنا والله كل حاجة فعلا مهمة بالنسبة لي جدا يعني. كل أداة أنا هستخدمها. وصلوا كلهم؟ وصلوا كلهم. الحمد لله. والله فاضل بس حاجة كده، المحلول الاتشنج اللي هو أنا بعمل بيه البي سي بي. محلول شو؟ الاتشنج. ده في المحلول عشان طلبنا لك إياه. خلاص أوكي. ما يعني بده يوصل بهاليومين. هيثم عارف شو بده يعمل من الأول، عارف ومخطط لحاله شو بده يعمل، وبركي كمان حتى تقريبا جاهز. انا هي منيو لنعتبر. هي المنيو على الطاوله محطوط السيستم تبعك. في هوم برجر مثلا، هوم بيتزا. منيو تاني؟ لا نقول اصل انا كنت داخل بالمنيو يعني. ايه برجر بيتزا. كبست برجر بعرف اني كبست برجر، كبست بيتزا بعرف اني كبست بيتزا. تمام. This is what they mean by multi-touch. يعني it's a matrix، مش بيكبس اثنيناتهم في نفس الوقت. يا سلام والله انت ريحتني جدا. وحده تمام ماشي تمام. اوكي كول جدا والله. ما يعني بدك تعمل فريم اذا كبسهم 4 سوا شو بده يصير. بدك تعرف هو اذا انا عندي تمام والله كلامك مظبوط. 100 1 2 3 4 يعني ماتريكس. تمام. بدنا نعمل كانه عم نعمل كيباد فعليا. تمام صح مش عم نعمل مثل التاتش سكرينز تبع اليوم تمسكها بتكبر وبتصغر. This is not what we're looking for. تمام. one click بس. مش انه انا عندي كل هاي كبست هون ولا كبست هون هني زيت الكبسه. هو كان بيعرف كيف يعمل يلي طالبها منه لجنه الحكم، واذا بده يعمل يلي هي يحط كذا اصبع على المكنه كثير بتصير اصعب بالنسبه له، وبالتالي كان هو شوي منقز من انه يضطر يعملها. فشرحت له اليوم انه ما بده يعمل هيدي اللي هو منقز منها، بده يعمل يلي اوريدي متفقين عليها لجنه الحكم، يلي هي بس بده يعرف وين حط اصبعه الزلمه على المكنه. وجربت على الزجاج اشتغل؟ لا والله لا ده شغال على الرخام. وعلى الزجاج؟ على الازاز ان شاء الله يشتغل يعني. ازاز على ما جربتها؟ لا ما جربتش الازاز انا المفروض الازاز شفاف على طول، ما فيش فيه مفيش فيه بليتس خالص، فالشفاف ده فالحين شنو اللي بتسوي؟ صعب يعني. ايه فشنو اللي بتجربه الحين؟ انا دلوقتي البليتس على الجرانيت على الرخام. شنو بليت قصدك؟ البليتس اللي هي دي حطها تك 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 تك. انت سويتها تعمل 16. ده تيست 1 بليت المفروض 16 بليت. اوكي 16 بوينت. فبتسوي كذا بليد الحين ها؟ مظبوط. والبليد بس انك تقطع ممكن ارفعه ولا؟ نحاس وبس توصله بدي وتوصله بدي. بالضبط. فان شاء الله هاي سهل تخلصه بكره. هي المشكله كلها في الشفاف، اكبر مشكله يعني. الشفافه دي بتبقى متعبه شويه، لان السلك ده فعلا اصلا ما تعرفش لو مسكته بالملقاط يقطعه، يعني الملقاط لما تيجي تمسكه كده تلاقيه اتقطع. هو ضعيف قوي. كان عندي مشكله بصراحه في الستيكر الشفاف، ان الاسلاك بتاعته رفيعه جدا عشان يظهر اعمل بليتس شفافه على الستيكر. فكانت الاسلاك رفيعه صعب جدا توصيلها بالدايره، فاضطريت ان انا اعمل وصله ما بين الستيكر الشفاف وما بين الدايره بحيث ان انا اعرف اوصل ما بينهم. هذا مش مايكرو كنترولر؟ مايكرو كنترولر. شفت انا كيف بطلع تحت العوينات. لانه تحت العوينات فيك تقرب اكثر لقدام.
نايس. ايه رايك؟ ماشي. سويتش يو اس بي، بتيجي الزيجبي لهون، وهي البطارية منيحة حلوة، بس بعد فيه هو مش بعملهم ما هيك. الانبوت اللي بيبرمج المايك كنترولر، والاوتبوت وايرلس، يعني فيش، يعني دي بس مجرد بس ترانسميشن انترفيس. لا دي مش انترفيس كمان، دي بس بتنزل السوفت وير، يعني دي بتنزل السوفت وير من الكمبيوتر على البيك. في مشاكل بخصوص مثلا الوايرلس، اني كان لازم يكون عندي الرخام والازاز بيبعتوا لنفس المكان في الكمبيوتر، فلازم يكون في نتوركينج في الوايرلس. بس الحمد لله تغلبت على الحكايه دي بان انا استخدمت الاكس بي موديل، هو بيعمل نتوركينج اوريدي في الوايرلس. مبروك مبروك، روعة والله ما شاء الله. الله يبارك فيك. لا ما شاء الله، كل شو اسمه التطبيقات اندلس لا نهائيه. صار التاتش؟ صار تاتش. حلو سريع. صحيح انه اول يومين راح نام هنيك، بس ينوي يشتغل هيثم يشتغل. صراحه اختراع. شنو؟ خليك ام يور فان يعني. هوس هيثم بمشروعه دفع إلى تحقيق النجاح.